إلى المغرب. نبقى في شمال إفريقيا، ولكن هذه المرة نذهب إلى المغرب، إلى الفرحة العربية والإفريقية التي صنعها منتخب المغرب للشباب في كرة القدم بعد فوزه المستحق على الأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي. إنجاز لم يأتي من فراغ طبعا، بل هو تتويج لسنوات من العمل الممنهج في أكاديمية اسمها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والتي أصبحت اليوم نموذجا لتطوير المواهب في القارة. السر وراء هذا المشروع الناجح، كيف استطاعت الكرة المغربية أن تصل إلى العالمية بثبات؟ والأهم، هل هؤلاء اللاعبين اللي شفناهم عم يلعبوا في هذا المنتخب الناشئ هم بالفعل لاعبين مغربيين من داخل المغرب، أو هم لاعبين تم استقدامهم من الجاليات المغربية المنتشرة في العالم؟ الجواب أتى لا، إنهم من داخل المغرب، وبفضل تلك الأكاديمية وصلوا إلى ما وصلوا إليه. دعونا نتعرف تماما على حقيقة هذا الموضوع من الرباط. طارق الخزري، مساء الخير. مساء الخير أستاذ طوني، ومساء الخير جميع المشاهدين ديال قناة المشهد. شكرا لك أستاذ طارق. اليوم الجميع يسأل من أين أتوا هؤلاء اللاعبين؟ من أين أتوا؟ يعني هل هم من داخل المغرب من هذه الأكاديمية، أو على غرار بعض المنتخبات الأخرى العالمية حتى تستقدم مواطنيها ولاعبيها في الدول المنتشرة وتعمل منهم لاعبين؟ من هم هؤلاء اللاعبين اللي فاجأوا العالم بهذا الإنجاز الكبير؟ قبل الجواب عن سؤالك أستاذ طوني، دعني أفكر كما أذكر جميع المشاهدين بأن كرة القدم المغربية قبل سنة 2008 كانت تمر بخيبات أمل كبيرة، يعني كانت هناك نتائج مخيبة للآمال، فأتى الحل. يعني كان هناك بالنسبة لنا مرض الكرة المغربية، فكان الحل بيد جلالة الملك محمد السادس. كان هناك يعني 3 أشياء أو 3 مراحل. المرحلة الأولى كان هناك فكر عميق لكيفية تطوير كرة القدم الوطنية، كان برسالة ملكية سامية لجميع رؤساء الأندية وكذلك رؤساء الجامعات وكل الفاعلين في الحقل الرياضي المغربي. ثم المرحلة الثانية بعد الفكر مرحلة التخطيط، حيث تم إنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سنة 2010 بشكل رسمي، لتصبح هذه الأكاديمية يعني بمواصفات عالمية على غرار باقي مراكز التكوين العالمية، إن لم أقل هي أحسن بكثير من هذه المراكز الموجودة على الصعيد الأوروبي، بحيث أن اللاعب عند استقطابه للأكاديمية يتم احتواؤه داخل الأكاديمية من أكل وشرب وملبس ومقابلات إلى آخره، وتكوين من المستوى العالي جدا. المرحلة الثالثة هو تنفيذ الأكاديمية أو تنفيذ المشروع على أرض الواقع. كان هناك غلاف مالي مهم جدا من المال الخاص لجلالة الملك، هو الذي تكفل بإنشاء الأكاديمية، وهو الآن الذي يعني يمول الأكاديمية في اشتغالها اليومي. وكذلك هناك أشياء لا مادية مثل تكوين المدربين وتكوين اللاعبين والتجهيزات الرياضية الموجودة داخل الأكاديمية، حيث أصبحت الأكاديمية الآن هي مشتل ومصنع وماركة عالمية على الصعيد الإفريقي والعالمي، تخرج لاعبين من المستوى العالي جدا، قادرين أنهم يلعبوا في الفرق الوطنية في المنتخبات الوطنية، وقادرين أن يلعبوا في دوريات أوروبية كبيرة وفي سن صغيرة. وهذا كان تحدي نجحت فيه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نعم، يعني تحية لهذا الفكر الإبداعي الذي ترجم على الأرض إبداع أيضا، وصل إلى بطولة كأس العالم في كرة القدم تحت 20 سنة، ولكن هودي الشباب اليوم هني تحت 20 سنة. أعتقد كم سنة لقدام إن شاء الله ممكن نشوفهم أبطال كأس العالم يعني للمستوى الأول. السؤال اللي كنت عم بطرحه، لأنه من مجموعة أسئلة كانت عم تورد، هل جميع هؤلاء اللاعبين لاعبي المنتخب الذين فازوا بكأس العالم هم من خريجي هذه الأكاديمية، أو كان في استيراد من الخارج أيضا؟ هناك لاعبين اللي هم خريج الأكاديمية بواحد نسبة كبيرة جدا،
لان هذا المنتخب كان يضم في لائحته الاوليه 8 لاعبين، 8 لاعبين خريجي الاكاديميه، واللي كانوا لاعبين رسميا في بطولات افريقيا الاخيره اللي المغرب يعني قبل 3 اشهر لعب النهائي. تواجد 8 لاعبين، 3 فيهم ديال هاد اللاعبين الفرق ديالهم للاسف ما خلاوهمش يجيو باش يشاركوا مع المغرب، لان كيلعبوا في بطولات اوروبيه يتبدل العميد الفريق، كذلك كوتون اللي كيلعب فريق النيس، احمد خاطر اللي كاين في الدوري السعودي، وهناك معاذ ضحاك ايضا اللي غاب عن كعميد الفريق اللي غاب ايضا عن هذه اللائحه. تواجد 4 لاعبين كانوا اساسيين في هذا كاس العالم، منهم يعني اللاعب عميد الفريق اللي هو حسام الصادق، كذلك الظهير الايسر فؤاد الزهواني، وهداف الفريق الزابيري ياسر اللي هو هداف كاس العالم، اضافه الى ياسين خليفي. يعني 4 لاعبين اثثوا الفريق الوطني بشكل كبير، اضافه الى مجموعه من اللاعبين اللي هما مكونين داخل المغرب طه مجني اللي هو لاعب اتحاد تورقه، واللي كان اصغر لاعب في كاس العالم، العمر ديالو لم يتجاوز 17 سنه، اضافه الى لاعب بختي اللي تكون في فريق الجيش الملكي. يعني كان هناك خليط، ولكن اغلب هاد اللاعبين هم تكوين مغربي خالص من انتاج اكاديميه محمد السادس. وهذا الشيء اللي كان يعني في السنوات القليله السابقه ما كان تنقص كره القدم الوطنيه، واننا نكون قادرين اننا نكونوا لاعبين اللي يقدروا يلعبوا في واحد المستوى عالي ويقدروا يفوزوا بكاس العالم. وهذا الشيء المغرب كان قريب جدا. في 2022 الفريق صحيح. الاول في قطر لعب نصف النهائي، وكان وجود 4 لاعبين خريجي الاكاديميه ضمن هذا المنتخب هذا اللي دار الاعجاز في كاس العالم بقطر. يعني الأمل صار كبير جدا في المنتخبات العربية أن نرى منتخبا عربيا يتوج على منصة كأس العالم في بطولات كأس العالم المقبلة، خصوصا أن هناك دول عربية أخرى ستستضيف بطولات كأس العالم. عندنا المملكة المغربية، عندنا المملكة السعودية أيضا، وربما سيأتي دول عربية أخرى قد تستضيف بطولات كأس العالم، وقد يكون لنا منتخبا عربيا فائزا لمرة أولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم لفئة الكبار، على أمل أن يكون المغرب الأقرب لهذا الموضوع بعد الأداء المشرف الذي رأيناه في هذه البطولة التي أجريت في تشيلي. يعني أعتقد أن أكاديمية يعني هذه الأكاديمية تحديدا أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ممكن أن تعطي نموذجا جيدا لعدد كبير من الدول العربية لبناء منتخبات بالفعل قد توصل إلى نتائج مشرفة كالنتيجة التي وصلها المنتخب المغربي. كيف تلقيتم خبر التتويج وخبر الفوز، خصوصا أن التوقيت كان في فارق بالتوقيت؟ أعتقد أن المغرب كانت كلها سهراني حتى ساعات الفجر الأولى في تلك الليلة. صراحة هي ليلة بيضاء في جموع ربوع المملكة، من طنجة إلى القويرة، من الصحراء إلى الشمال إلى الجنوب الغرب الشرق. يعني جميع المغاربة احتفلوا بهذا التتويج العالمي اللي هو تتويج مستحق، اللي كيف قلت أنه المغاربة والمغرب تجاوزوا مرحلة الحلم. يعني أظن أن في الدول العربية وكذلك المغرب إلى وقت سابق أو وقت قريب كان حلم أنك تتجاوز الأدوار الأولى لكأس العالم. نعم. أو أنه نخرجوا فرحا بتأهلنا إلى كأس العالم. الآن المغرب لم يعد يعني ما بقاش فقط أنه كيمشي لكأس العالم باش يشارك، ولكن دائما أنه عندنا واحد الرغبة كبيرة أننا نتوجوا بأي كأس مشينا لعبناها، لا داخل القارة الإفريقية ولا داخل يعني على الصعيد العالمي ولا الصعيد كذلك المحلي، لأن هناك أندية كبيرة اللي كتنافس على الصعيد الإفريقي. فأكيد أن المنتخب أقل من 20 سنة غيفتح الشهية للمنتخب الوطني الأول المقبل على كأس إفريقيا اللي غتنظم في المغرب إن شاء الله. وإن شاء الله كنا عازمين أن المغرب غادي إن شاء الله يفوز بهذا الكأس.